السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل حمص الشام. هنعمله في البيت بطريقة بسيطة جدا، والطعم زي بتاع عربيات حمص الشام اللي في الشارع بالظبط، بطريقة سهلة وبسيطة كالعادة. أنا معايا هنا ربع كيلو من الحمص، نقعته حوالي 6 أو 7 ساعات وغيرت له المية في الأثناء دي مرتين. بعد كده هصفي برضو المية اللي عليه بتاعة النقع، وهحط له مية عادية في حلة على النار. المية تبقى مغطياه طبعا بشكل كافي بالشكل ده، وهولع النار عليه وهسيبه يغلي حوالي نص ساعة. نص ساعة هيبقى يعني يدوبك بدأ في السوى. وطبعا عملية النقع بتساعد انه ما ياخدش وقت كتير على النار. هنا بعد نص ساعة شايفين المية بتاعته لونها اتغير وعملت ريم. بصفيها دي كمان، انا مش عايزاها. صفيتها من عليه كده، وهضيف للحمص مية مغلية، مش مية من الحنفية طبعا، عشان تساعده على السوى. وهرجعه على النار تاني، يعني حوالي ربع ساعة تقريبا. هسيبه على النار يكمل سواه، وهجهز له بقى المية او الصلصة بتاعته. في الخلاط معايا 4 حبات صغيرين من الطماطم. ده طبعا على قد الكمية، قلتلكوا انا عاملة بس ربع كيلو. ونص معلقة توم مهروس، وهضربهم في الخلاط حلو جدا عشان الطماطم ما يكونش فيها اي تكتلات او قطع. وعليها بس نص كوباية مية عشان الحاجة تتضرب معايا بسهولة. الحمص معايا كده خلاص تقريبا دخل في السوا، زي ما هتشوفوا انا مسكت واحدة واختبرتها كده، هو خلاص طبعا شبه استوى. هضيف له بقى الطماطم بالثوم اللي ضربتها في الخلاط. شايفين هنا المية بتاعته قلت كمان. وبعدين هضيف التوابل او البهارات بتاعته، بسيطة جدا. لا حطيت صلصة ولا حطيت مرقة دجاج، حطيت بس الملح بتاعه طبعا ظبطته، ونص معلقة من الكمون، ونص معلقة من الشطة وده اختياري، ونص معلقة بابريكا عشان بس تعزز اللون بتاعه، يبقى لونه احمر بالشكل ده. ده بس اللي ضفته للحمص. وهسيبه هقلبه كده، وقبل ما اغطي عليه هضيف كمان، ودي خطوة مهمة قوي قوي، عصير نص ليمونة. لما خلاص احس برضو انه استوى بشكل كامل، عصير نص ليمونة وهو على النار. دي بتفرق قوي قوي يا جماعة في الطعم. ده طبعا بخلاف الليمون اللي هضيفه عليه. وانا ضفت هنا شطة لان تقريبا كلنا بنحبها، ونص معلقة مش كتير. اللي عايز يزود طبعا شطة وليمون بقى بمزاجه. هنا خلاص الحمص بقى بالشكل ده مستوي، وطعمه في منتهى الجمال. وشايفين لونه عامل ازاي، يعني طعمه احلى من بتاع بره بكتير جدا. والمية بتاعته بقى مقلقوش، طعمها حلو جدا جدا. الكمون مع الشطة مع الليمون بجد طعمه حكاية. خلص الحمص بتاعنا. يا رب الطريقة تكون عجبتكم وتجربوها، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، وصفة جديدة من وصفات ام الدنيا.